انا اسمي مخلص كميل. انا من اسيوط. اهلا بيك يا اهلا مخلص، ما اهلا شاء الله. بحضرتك. انا عجبتني اللوحه بتاعتك قوي. ربنا يحفظك. ده يعتبر عمل رقم كام بالنسبه لك؟ الاول، انا اول ده مره اول عمل ليك؟ اول عمل لي اشارك بيه في معرض. ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله، شغلك حلو ومميز يا مخلص. ربنا وان يحفظك. شاء الله باذن الله يكون بينا تواصل في المرحله اللي جايه. اكيد، ده شرف ليا. انا الدكتور علاء نصر، أهلاً رئيس بحضرتك يا مهرجان دكتور. كامل السينمائي، اهلا بحضرتك. المشرف والمستشار الفني في المعرض هنا النهارده. اهلا إن شاء الله. بحضرتك يا دكتور، انا اتشرفت أهلاً بحضرتك. بيك، شكراً أهلاً جزيلاً. بيك. الله يخليك. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا بإذن الله. يحفظك يا وعمل دكتور. كويس تعيش. وعمل مشرف يعني. ربنا يخليك، شرف أهلاً. ليا. ربنا يعزك يا حبيبي. تعيش. اللوحة هي بتتكلم عن السلام، بعيدا عن ان هي دينية، ولكن هي بتتكلم عن السلام. انا عامل هنا الخلفية سوداء، والخلفية السوداء بترمز للظلام. هنا السيد المسيح ما فيهوش اضاءة، يعني ما فيش زاوية اضاءة، ماذا الا كان الضوء هينعكس، وده الضوء معنى كده ان الضوء متساوي، فده معناته ان النور حل في وسط الظلام. كل الصور الإيطالية بيبقى السيد المسيح عامل صباعه كده، أنا هو البداية والنهاية والواحد هنا أنا عايز أقول إن تملي. هو الواحد اللي هيدين العالم. أيوة، أنت عملت شغل حلو قوي، شغل عمل فني رائع، بس زي ما قلت لك لازم تنتشر وتنوع لغاية لما هتلاقي نفسك بتسافر بره، وتسافر أوروبا وتسافر أمريكا، في الكنائس المصرية هترسم حاجات كتير قوي. التقنية نفسها كمان مع الرسالة اللي هو عايز يوصلها. لا 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 رائعة. المتوازية دي مصدرها فين؟ هو الإضاءة، بس هو ده الكلام بقى. ما انا عايز اقول كده، النور حل في وسط الظلام. طبعا هو الضوء، هو النور بالظبط. اللون انت مفسر، انت مفسر. لا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ربنا يحفظك. كل التوفيق، بالتوفيق يا رب. واول مره اشارك في معرض بصراحه، وشاركت باللوحه. العمل بالقوه دي واول مره اشارك. مستخبي فين؟ لا ما شاركتش. ما شاركتش. خساره والله. ربنا يخليك يا رب ويحفظك. واللوحه اسمها برنس اوف بيس، معناها امير السلام. الوان زيت ولا الوان ايه؟ دي الوان زيت. خدت فيها وقت قد ايه؟ خدت سنه كامله. تحفه، هي معبره جدا يعني، هي رائعه جدا. هنا نجمة داوود، وفيها اللون الأحمر، واللون الأحمر طبعا بيرمز للدم، فأنا عايز أقول إن اليهود هم نفسهم اللي عملوا معاه وصلبوه كده، فهي بتتكلم عن السلام بعيدا عن فكرة إن هي فكرة دينية أو الكلام ده كله. وعلى الرغم إن هم برضو هم نفسهم اللي صلبوه، ولكن تفرع منه اللي هو غصن الزيتون، وغصن الزيتون بيرمز للسلام. ربنا يخليك، ربنا يحفظك، ربنا يخليك يا رب. شكرا ربنا يخليك، الله يخليك. اهلا، مبروك تعيش، الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك، الله يخليك، اهلا بيك، الله يبارك في حضرتك، شكرا ليك.